بناية لا تعلو واحدة عن الأخرى، بل يشد بعضها بعضا في عمران مرصوص احترمت فيه أدق التفاصيل، والهيمنة فيه لهذا المسجد الشامخ، وكأنه يقول: هذه قريتي وأنا أحميها. وسط أشجار الصنوبر والبلوط التي تحيط بالقرية وعلى ضفاف نهر صغير ببلدية ثسامرت غرب ولاية برج بوعريريج، ارتفعت أسوار قرية يخيل للناظر إليها بأنه أمام مشهد سينمائي صمم لتصوير مقطع من فيلم العفيون والعصا. تدعى أثناء الثورة. كل ما في القرية يشهد على عراقتها. يوحى إليك في القليعة أنك تعيش أزمنة جميلة داعبت فيه أنامل أمهاتنا عجينة الكسرة. هنا تقف معصرة الزيتون أو ما تبقى من أطلالها شاهدة على توغل القليعة في أعماق التاريخ. مباني شامخة بأبواب مصنوعة من خشب أشجار الجوز، تتوسطها بوابة صغيرة تجبر الرجال على الانحناء قبل ولوج المنزل احتراما لحرمته. كي خلقنا وكبرنا لقينا والدينا هكذا عائلة واحدة لداخل، احترام كل أفراد العائلة، ودار نساء وحدها لداخل ودار رجال وحدها. هذا احترام للعائلة. الراجل كي يدخل بالقلمونة تاع البرنوس دايرين برانس. ليس من الغرابة أن يرافق هذا النسق العمراني الفريد لقرية القليعة ببرج بوعريريج نسق اجتماعي آخر ينظم حياة السكان الذين يستمدون دستورهم من برلمان يتكون من كبار وأعيان القرية. حتى عينهم التي منها يشربون لم يغفل عنها البرلمان، فصاغ لها قانونها الذي لا يجرؤ أحد على تجاوزه. أول ما تبادر إلى ذهنه أنه يبني مسجدا على هذه الربوة، وقيل أنه في القرن السابع الهجري. لا تزال زوايا القرية محجا لطلبة العلم الشرعي من كامل ربوع الوطن، ففيها مدارس لتعليم القرآن الكريم والنهل من أصول الإسلام الحنيف. هذا الترابط والإخاء بين سكان قرية القليعة لا يمكن إلا أن ينبع من سراج القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي دأب أهل القليعة على التمسك بهما عبر العصور. أنشئت منذ 9 قرون كما دون في تاريخ القرية، المقتبسة من القرآن والسنة، فهم نبراس لأغلب سكان الجزائر يقتدون بهم وبصفاتهم التي تشخصت في الميدان. ومن جملة هذه الصفات التي توارثناها عن الأجداد والآباء هي الكرم، الشجاعة، الإخاء، الاتحاد. منارة العلم ومحطة مر بها الصالحون عبر التاريخ، هذا ما توارثته الأجيال في قرية القليعة. أخرجت وكونت من صلب هذه القرية رجالا. من أراد السياحة والأصالة والدين والتاريخ فعليه بالقليعة، فإن فيها طبيعة عذراء تمتزج فيها الألوان لتسافر بك إلى عوالم جميلة.